السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما انتم شايفين احنا في موسم البرتقال، واللي عايز يخزن برتقال يخزنه، بس مش بالطريقة اللي احنا عارفينها والمعتادة، لكن دي حصري وبجد هتعجبكم جدا عن تجربة ان شاء الله، وهتشوفوها اخر الفيديو البرتقالة عاملة ازاي. بس اهم حاجة لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك كومنت شير. هنبدأ معاكم دلوقتي. وزي ما انتم شايفين البرتقال احنا جبناه وغسلناه كويس جدا. طبعا عشان نحتفظ بيه لازم نكون مطمنين جدا لغسيله، فلما نغسله مرة من التراب اللي فيه، المرة التانية هنحط له شوية خل في المية عشان يعقمه ويطهره من اي بكتيريا او اي حاجة او اي هرمونات. تمام. سيبناه يتصفى عادي زي ما انتم شايفين كده، في مصفى او في على قماشة نظيفة او فوطة نظيفة، لحد ما تلاقي المية جفت خالص من عليه. وهنقولك بقى هتعملي فيه ايه. عايزه اقولك ما شاء الله وعن تجربه اللهم بارك جميل جدا وناجحه ممتازه. اولا ليه؟ لان فيتامين سي بيبقى محتفظ فيها لدرجه اطول، عشان خاطر احنا ما بنعينش الغلاف بتاعها لحميها. لكن لما بنشيل القشره بتاعتها وبنفرزنها، بقى سواء عصير او قطع من غير قشرها، بنفقد فيتامين سي اللي فيها. للناس اللي عندها الفريزر او دراج او الفريزر العادي، هينفع معاهم قوي العلب في التفريز. تمام كده، لان عندهم مساحة ما شاء الله اللهم بارك. اما لو انت عايزة تخزني في اكياس عشان تلاجتك مثلا على قديها في الفريزر بتاعها، تمام مفيش مشكلة، اعملها في اكياس وهنخرج الهواء منها ونعملها. فيك تقشري القشرة اللي فوق دي كده زي ما هوريكي دلوقتي، من ورا وقدام، لو انت حابة تشيليها. لو انت عايزة تخليها سليمة زي ما هي كده خليها تمام. فانا حبيت اقولك الحته دي لو انت حابه يعني فيها. لكن هي بصراحه انا بفرزنها هي بحالها كده على بعضيها، ولا بشيل منها حاجه ولا محتاجه، هي زي ما هي. بس اهم حاجه الغسيل بتاعها كويس جدا، او تحطيها في اكياس زي ما انا هوريكي دلوقتي اهو. تمام. وتحاولي تخرجي الهواء منها وتربطيها عادي، اي كيس عندك بتاع فريزر او التخزين، وتخرجي منه الهواء او المتاح عندك من الاكياس. تمام كده، وترصهم على بعضيهم، هيقعد معاك اللهم بارك وقت ما انت محتاجاه هتلاقيه. هتشيلي منه القشر بتاعه عادي وتغليه وتشربيه، مفيد جدا لجسمك. ممكن تمسكي المبشره بعد ما يفك شويه من التجميد وتبشري القشر اللي انت عايزاه، وبرضك تخليه للكيكه لبسكوت لاي حاجه هتعمليه. زي ما احنا هنعمل بسكوت ان شاء الله، الفيديو بتاع بكره تستنونا ان شاء الله باذن الله لما نعمله بقشر برتقال برضك هوريهولكم. بجد هيبقى ان شاء الله مقادير مظبوطه ليه، وكمان هيبقى ناجح معاكي من اول مره، ومش هتخافي منه ولا هيفرش منك البسكوت ولا هيطرد السمنه ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. موضوع العصير حلو جدا فيه، بيبقى سهل جدا معاكي. والافضل ان انت تحطي له كمان جزرتين، ما تكتريش جزر، لان طعم الجزر بيبقى طاغي عليه في العصير، فمبيبقاش مستحب قوي. البرتقال بالطريقه دي يا جماعه اللهم بارك وعن تجربه ناجح جدا جدا اللهم بارك. انا مرضيش اقول لكم عليها الا لما اجربها الاول. حصري عندي انا، كوني متميزه في بيتك عند سمر دسوقي. احنا عملناها اللهم بارك طلعت ناجحه جدا. وطبعا زي ما انتم متعودين مننا التجربه خير دليل، واحنا عن تجارب ما بنعرضش الفيديوهات بتاعتنا الا لما نكون في تجارب منها. فباذن الله ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وربنا يعلمنا واياكم يا رب العلم النافع. بصوا يا جماعه القشره دي عايزه اقول لكم فوائدها حلوه جدا ولها كذا استخدام. بتعطري بيها بيتك، بتشربيها مغلي، بتنظف معدتك من السموم، جميله جدا اللهم بارك. بتفيد بشرتك من النضاره والتجاعيد. ما تحاولوش ترموها وتحتفظوا بيها اكتر، لان فوائدها عظيمه جدا. فيها فيتامين الف، فيتامين باء 6، فيها كالسيوم عالي اللهم بارك. كمان بتحمي عضلة القلب وبتقويها، وكمان مضادة للسرطانات. والالياف بتاعتها حلوة جدا للتخسيس، عشان كده بينصحوا بالدكاترة في الاكل وقت الرجيم او وقت نظام غذائي. فبجد جميل جدا حلو قوي. تاخدي القشرة بتاعته او ممكن تبشريه. في تلك الاحوال قشرته ممتازة جدا، كنز في بيتنا ما نستغناش عنه. وكمان معطر حلو جدا مع القرنفل. اغليه بشوية مية وحطي معاه كام مسمار من القرنفل، ولما تغليه هيطلع معاكي البخار يعقم ان شاء الله. اللهم بارك جميل جدا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا معانا، والناس اللي لسه داخله دلوقتي وبتشوف الفيديو بتاعنا استفدتي معانا لو بمعلومه واحده واول مره تشوفي الفيديو بتاعي.
ولسه ما اشتركتيش حاولي تشتركي معانا وفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. ولو في اي سؤال او اي استفسار أنا تحت امركم، اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله على طول. بصوا يا جماعه اهو تطبيق عملي اهو قدامكم. انا مطلعاه من الفريزر بس عشان يفك شويه قدامكم. شايفين عرق ازاي اهو؟ ابتدى ان هو يفك معانا اهو عشان اقدر ان انا اتعامل معاه. تقشريه عادي بيتقشر تماما مفيش مشكله منه اهو. يعني مش معقد او يتعبك او بياخد منك مجهود، لا عادي بتعامليه بنفس معامله البرتقال الفريش. تمام. فاحنا بنحاول اهو قدامكم اهو بنقشر معاكم عشان تشوفي التقشير بتاعه سهل ازاي، والبرتقال عامله ازاي قدامكم. جميله جدا ما شاء الله، ماسكه نفسها، تقدري تتعاملي معاها بكل سهوله، سواء كان عصير او اكل، او تتعاملي معاه بالطريقه اللي تعجبك وتزيني بيه الكيك اللي يعجبك خالص. بصوا كده بعد ما قشرناها مفيش ادنى مشكله، هي لما بالك تتعاملي معاها عادي. التانية برضو هقول لكم تستخدموها برضو الاربع تربع زي ما بنقطع البرتقال، اربع تربع بيتقطع عادي. اللهم بارك. بصوا ما شاء الله، بس على مهلكي برضو خدي بالك السكينه تفلت منك عشان جامده شويه، فحافظي على نفسك شويه وانت بتتعاملي مع الحاجات المجمده دي. ربنا يا رب يحفظنا واياكم. بصوا البرتقانه جميله اللهم بارك، حلوه جدا مفيش ادنى مشكله خالص. بصوا هتتقشر عادي، قشريها وظبطيها وحطيها في الاطباق وسيبيها تفك شويه خالص، يعني على قد ما تتحمليها وتاكليها بالهنا والشفا. الموضوع بسيط وجميل جدا، عجبني جدا، اتمنى يا رب يكون عجبكم. انتي مش بخيله، حاولي تدوسي على اللايك او الكومنت او الاشتراك. دمتم في حفظ الله ورعايته.